السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. موضوع بيومي فؤاد ومحمد سلام. خرجت اماني سويدان زوجة بيومي فؤاد، وكتبت بوست على النت. تعالى نشوف قالت ايه ردا عن ما يحدث، او على هامشه ببساطه شديده وبوضوح اشد: لا يليق بك ايها الاله او نصف الاله او النبي او الصديق على أقل تقدير أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء الفيسبوك. زوجة الأراجوز المتدني، كلب الفلوس، مغازل أسياده، فاقد الموهبة، عليل النفس، سقيم الوجدان، الراقص على جثث الأطفال. ارتقي بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلورتها وشفافيتها، وصلى الله عليك وعلى آلك وسلم. ده كلام أماني سودان زوجة بيومي فؤاد. تعال نعرف مين هي أماني سودان. أماني سودان زوجة بيومي فؤاد. عندنا كم معلومة ليها. زميلته كانت في كلية الفنون الجميلة. تصدرت السوشيال ميديا ومحركات البحث. كلمة أماني سودان بقت ترند. دلوقتي أماني سودان من مواليد 1973، درست كلية الفنون الجميلة، وتعرفت على بيومي فؤاد أثناء دراستها سويا في الكلية، حيث أنه تأخر في دراسته كثيرا، يعني كان بيدبلر بقى ويسقط والحاجات دي. أماني سودان زوجة لها موهبة في الرسم والديكور، لكنها لم تعمل بشكل احترافي بعد انتهائها في دراستها. تعرف عليها أيام الجامعة، وعملوا قصة حب كده وانتهت بالزواج. بتقول إن هو عشرة عمري من 20 سنة، هكذا بدأت أماني حديثها عن بيومي فؤاد. في مرة لغى أوردر تصوير بسبب تعبي، وكان في شك في حاجة مش كويسة ومرض خطير، وكان معايا وأنا بعمل التحاليل وأشعة. هو أكبر مني في الجامعة تقريبا ب8 سنين، واتعرفنا هناك. أكبر منها ب8 سنين، وخريج دفعة 1990 من كلية الفنون الجميلة، بينما هي خريجة 1998. ولكنه تقابلها في المسرح، وكان يعمل كمخرج منفذ، بينما هي كانت مصممة ديكور. لفت النظر جدا، وكان بالنسبة لي شخصية حابة أكتشفه. بيومي فؤاد هي بتقول طبعا انه كان محبوب بشكل طبيعي من كل الناس، وخفة الدم والحضور في قصة موازية لحب اكتشافه. كان بيصلي على المسرح، وده عادي، وما كانتش أول مرة أشوفه بيصلي وأنا قاعدة في صفوف الجماهير. واحدة من الركعات وهو بيسجد حسيت كأنه سجد في قلبي، سبحان الله، ولقيتني بحبه حب غريب، وأنا مش رومانسية ولا بسمع أغاني. تعجبت من نفسها في بدايته انها وقعت في حبه بهذا الشكل. قلت لنفسي بحبه ازاي كده، وبديت ابدي اعجابي بيه، وعزمته على فنجان قهوة في مسرح الكلية، واتكسف يقول لي لا. الموضوع بقى زاد بقى، والحب زاد، والموضوع تكلل بالنجاح. كانت هناك مشكلة واحدة هي أسرتها، فبحسب كان فتحها أكتر من مرة في الزواج، ولكنها ظهرت عدم رضاها، ثم بعد ذلك عرضت الأمر على عائلتها ورفضت أكتر من مرة، ولكنهم وافقوا في النهاية حينما أصر بيومي فؤاد أن يقابلها أهلها بنفسه. تعرفت على زوجتي، بيقول بقى ايه، من خلال الكلية، وذهبت مع نفسها، واخبرتهم انهم رفضوا، وما كنش اعرف، وهي مرت بالعديد من المشاكل. اماني طول صفاته: تعامله داخل المنزل بعيد عن الشاشات، ان اللي بادرت بطلبه للزواج او الخطوبة هو كحبيب فاشل جدا، وما بيعرفش يقول كلام حلو، والحب بالنسبة لي بيكون شكل عملي بتصرفاته. أنا شخصية عملية، لكن بحتاج حد يبدي اهتمامه بيا. هو شخص مش عنيد ولا عصبي. هو برج جوزاء ومتقلب المزاج. بيومي فؤاد يا جماعة، يعني كان قال كلمتين في حق محمد سلام.
طلع على المسرح بعد اعتذار محمد سلام، وفي آخر المسرحية قال: اسمحوا لي أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ الوقوف قدام جريمة، وأشكر الدكتور ركان وكل رجال صلة، وعلى مقسوم صديقي عدنان الكيال. والمسرحية إنتاج اتنين لسه ما قبضوش لحد دلوقتي: محمد نصار وصلاح الجهيني. تأليف إخراج عيل ولا له لازمة اسمه محمد حمدي. جيت المملكة وليا الشرف نقدم فننا، مش جايين نضحك، احنا جايين نقدم فننا، احنا بنحترمكم. نقدم فننا ونحترمكم وانتوا بتحترمونا. شيء عظيم ان الفنان يكون له جمهور وفي كل الدول. شيء عظيم ان اخرج اتصور مع شاب سعودي او سيدة سعودية وهي تعلم اني مصري، انا بشرف بلدي. ووجه حديثه بقى اللي عمل مشاكل لمحمد سلام: من حقك انك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. احنا مش بنيجي عشان نضحك، احنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا. انا وكل زملائي بنحترمكم ونحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم. احنا بنقدم فن، بنتعب وبنشقى عشان نقدم، مش عشان نيجي. وبنحبكم وهنفضل نحبكم طول عمرنا. كتر خيركم، احنا بنقدم فن وتعب ونشقى عشانكم. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايام نجيب الريحاني لحد ما هنقول المفروض ينتحروا. احنا بنقدم فن. احنا مش بتوع فلوس، والله العظيم مش بتوع فلوس. العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون اجر، سيادة المستشار يعلم لينا الشرف. يعني مش عارفين احنا رايحين ياخدوا بدولارات وفلوس، والناس بتتقتل وكده، وقعدوا يلحوا على محمد سلام. طب ما تسيبوه في حاله. وبعتوا لمحمد انور اللي هو في اللي هو مع الشباب بتاع ام بي سي مصر. راح ومثل، مع انه كان طلع محمد انور قعد يعيط ويعمل ويقول فلسطين وزعلان على القضية الفلسطينية. والناس لازم يكون الناس دي ليها مبدأ، تقف تقول لا، ما ينفعش المسرحية دي تتعرض دلوقتي، مهرجان الرياض تتأجل، ما ينفعش يكون مستشفى وأطفال وأبرياء بيموتوا والناس عمالة تضحك وتهزر، والناس عمالة تتقتل وهم عاملين يضحكوا، ويقول لك ده فن. ما ينفعش. الفن ممكن يتقدم فيه حاجة هادفة، حاجة تفيد الناس، مش حاجة تضحك الناس. يا بخت من بكاني وبكى عليا، وما بكش من ضحكني ماشي وضحك الناس عليا. هو كده ضحك عليه الناس كلها. بيومي فؤاد لو قعد طول عمره يقعد يرجع ويشوف، هو الناس أسهمه كلها نزلت، المطعم بتاعه خلاص تقريبا ممكن محدش هيدخل له. الناس هيقطعوه زي ما بقطعوا اليهود، زي ما بقطعوا ماكدونالدز وبيبسي وشيبسي والحاجات دي. بيومي فؤاد سقط سقوط غريب. محمد سلام وقف وقفة كويسة خالص. طبعا بيومي فؤاد معاه فنانين تانيين هم دلوقتي متقوقعين ومختفيين ومش عايزين يظهروا، اللي هم دلوقتي كانوا المفروض يأجلوا العرض بتاع المسرحية اللي هو قدموه في مهرجان الرياض. كان في مهرجان الرياض فيه حاجات خليعة ورقص وحاجات لا تطاق. ان لازم يكون يبقى في فن هادف. كنت ممكن تعتذروا كلكم لما القضية الفلسطينية وقتل الأطفال الأبرياء يقف شوية. كده كده الفلوس هتيجي، لو رزقكم جاي هيجي. انتوا المفروض تؤمنوا ان الرزق هيجي، مش تروحوا تبسلوا وتضحكوا وأطفال غزة بتموت. وكل سنة وانتم طيبين.